بجد شابوه لابراهيم مجدي الشهير بالكساحه، من افضل الناس اللي هتشوفها على التيك توك وعلى السوشيال ميديا عامه. طبعا في ناس كتير جدا موجوده على التيك توك بتبدع بطريقتها الخاصه، هنشوف منهم كتير جدا النهارده. فتعالوا مع بعضينا نشوف المبدعين بتوع النهارده بيقدموا لنا ايه. تعالوا مع بعضينا نبدا حلقه النهارده. مساء الفل عليكم ابطال اليوتيوب، يا رب دايما تبقوا بخير. مبدئيا كده قبل ما نبدا فيديو النهارده عايز اوجه كل الشكر والاحترام والتقدير للناس اللي بتشجعني وبتكتب لي كومنت ايجابي تحت، بجد شكرا جدا ليكم. تعالوا مع بعضينا نشوف الكومنتات على الفيديوهات اللي فاتت. وزي ما شفنا مع بعضينا دي كانت بعض الكومنتات على الفيديوهات اللي فاتت، فلو انت لسه جديد واول مره تشوفني انزل دلوقتي حالا نعمل كومنت ايجابي عشان يطلع في الفيديو اللي جاي، عشان الكومنت بتاعك هيظهر في الفيديوهات اللي جايه زي ما الكومنتات دي ظهرت. واهم حاجه انك تشترك في القناه عشان نوصلك 50,000 مشترك في اسرع وقت. انت مستني ايه؟ ازاي مستحمل نفسك وانت بتتفرج عليا ومش مشترك في القناه؟ مش مكسوف من نفسك؟ انزل دلوقتي حالا يلا اشترك في القناه وفعل زر الجرس. عايزين نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك، فاي حد يشوف الفيديو ده يعملوا لايك عشان يوصل ل 1000 لايك. تعالوا مع بعضينا نشوف بقى المبدعين بتوع التيك توك بيعملوا ايه. لو تسمح لي بكلمة هأوصف بها انك شغلة، قالت بحب جراك انت رجولك شادي العجوز والشهير بعجوز الكوكب فعلا بيقدم محتوى نضيف جدا على السوشيال ميديا زي ابراهيم مجدي، اتنين في قمه الابداع وفي قمه الاحترام والاخلاق. هي دي الناس اللي تستحق التشجيع بجد على التيك توك، الناس اللي بتقدم وبتبدع بطريقتها الخاصه. تعالوا مع بعضينا نشوف الفيديو اللي جاي. اعذرني هبعده غصب عني، قلبك خاين وخدعني، عشقني بحبه ليا وسلام جود باي ومفيش كلام، مش نافع غير خصام. لا بجد شابوه برضك. هتقول لي فين الابداع في كده؟ هقول لك الابداع في كده ان هي ما طلعتش استخدمت نفس الاسلوب اللي بيستخدمه كتير من البنات اللي عايزين يتشهروا، انها تطلع تقلع هدومها وتقعد تهز وتوز على التيك توك وتبين لنا امكانيات جسمها. لا بجد شابوه. اي بنت بتفكر بالطريقه دي حتى لو هتقدم محتوى وهتوصل بعد عذاب وبعد سنين، اهم حاجه تحافظ على شرفها وتحافظ على نفسها وتحافظ على سمعتها وسمعه اهلها، مش تطلع تقلع هدومها على التيك توك عشان تتشهر. انا من وجهه نظري شايف اللي هي فيه ده ابداع، فانزل اكتب لي رايك في الفيديو ده ايه في الكومنتات تحت وشوف هل ده ابداع ولا مش ابداع. تعالوا مع بعضينا نشوف الفيديو ده كمان. زي ما قلت لكم فيديوهات بجد مبدعه وفي قمه الروعه. انا من وجهه نظري ان الفيديو ده متعوب فيه جدا ومعمول فيه مجهود كبير جدا، بجد تحياتي للشباب اللي زي دي. زي ما قلت لكم في شباب كتير جدا بتستسهل وتطلع تقدم محتويات لا تليق انها تنزل على السوشيال ميديا، واسهل حاجه عندهم الشتيمه وقله الادب، وكمان لو هيعرفوا واحده بيطلعوا يجيبوها تبين امكانياتها على التيك توك. بجد شابوه لكل واحد بيتعب وبيشقى على نفسه وبيقدم محتوى نضيف. تعالوا مع بعضينا نشوف الفيديوهات دي كمان. هو انا ينفع اكرش عليكي؟ بجد يعني ضحكتك قمر وملامحك قمر وعيونك قمر وانت كلك على بعضك قمر، وخدي حته من قمر وخدي قلبي ليكي وسيبيني اكرش عليكي. لا بجد شابوه مني ليكي البت يا جدعان، يعني كرش كرش يعني مش اي كلام. تعالوا مع بعضنا نشوف الفيديو ده كمان. طبعا شابوه الكساحه، بس انا شايف ان الفيديو ده مفهوش تعب كتير، مفهوش مجهود كبير، بس برضك شابوه الكساحه.
بس في جمله في اخر الفيديو عايز اعلق عليها، بيقول لك لا ترحم احد فانت لست الرب. ولكن انا عايز اقول حاجه مهمه جدا ودي من وجهه نظري، لو انت تقدر تسامح حد على حاجه عملها معاك سامحه، لانك لما تسامحه دي حاجه تثبت انك قوي، لان المحبه وانك تسامح حد دي من صفه الاقوياء. انما لو جاتلك الفرصه انك تاخد حقك من حد وانت تقدر تاخده، سيبه لربنا، انما ما تسيبش حقك وانت ضعيف، لان لما تسيب حقك وانت ضعيف غير لما تسيب حقك وانت قادر تجيبه. دي وجهه نظري الشخصيه. تعالوا مع بعضينا نشوف الفيديو اللي جاي. الفيديو مش متعوب عليه قوي، بس بجد شابوه بردك جدا ليكم. زي ما قلت لكم في شباب كتير جدا موجوده على السوشيال ميديا تستحق الدعم، وفي بنات كتير بردك تستحق الدعم على السوشيال ميديا. خلونا زي ما بنعمل رياكت على الناس اللي ما ينفعش تبقى موجوده على السوشيال ميديا، كمان نطلع نتكلم في حق الناس اللي لازم تبقى موجوده على السوشيال ميديا، الناس اللي بتبدع بطريقتها الخاصه. ما هو كل واحد ليه فكر مختلف وكل واحد بيبدع بطريقه خاصه ليه، وهو ده اللي بيميزنا عن بعضينا. تعالوا مع بعضينا نشوف الفيديو ده كمان. بتهزر هنجيب الكهربا ونوصل يا زميلي، ما تتكسر اوعى تتهرب في المنظر، سيبني تتحصل ويلكم بيك وانا هرزيك تحت الانشاء هنا مبانيكوا، كعب ده ليا فعلي عليكوا، عندي الغية ان اجربيكوا. ايه يا ابني الجحوديه اللي انت فيها ده؟ ايه يا ابني الجمال ده كله؟ يا ابني علمني حاجه من اللي انت بتعملهم. طب انا هقول لكم على حاجه، بكده يكون الفيديو خلص، بس انا مش هقول مين يكسب، مش هقول اذا كان الكساحه ولا العجوز، ولا هقول مين يكسب من البنتين ولا التيم اللي كان موجود من شويه بتاع الشباب. انت اختار الفيديو اللي عجبك وانزل اعمل بيه كومنت تحت. هتختار الفيديو ازاي؟ اختار بقى فيديو رقم 1، فيديو رقم 2، فيديو رقم 6، فيديو رقم 7، كل فيديو من دول كان مترقم معانا. فانت اختار الفيديو اللي عجبك، واكتر فيديو هيختار هو اللي هيكسب معانا. وفي الفيديو بتاع الحلقه اللي جايه هنقول مين اللي كسب التحدي. وزي ما قلت لك لو انت لسه جديد واول مره تشوفني انزل دلوقتي حالا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو ده عشان عايزين نوصله 1000 لايك، وما تنساش تكتب كومنت ايجابي تحت عشان الكومنت بتاعك يظهر في الفيديو اللي جاي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اشوفكم في فيديو جديد. جود لك.